السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأسترضيه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بارك الله فيكم جميعا وبارك الله في خطاكم الكريمة. جئتمونا مهنئين ومباركين، بارك الله فيكم جميعا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما يستفاد به العبد من دنياه بعد تقوى الله تبارك وتعالى زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. إن نظر إليها أسرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في ماله ونفسها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعنا هنا بدعوة من الحاج عز الدين حامد الخطيب، وذلك احتفالا واحتفاء بحفل زفاف أحمد البدري عز الدين على كريمة الأستاذ خالد علي محمد. نسأل الله تبارك وتعالى لهما حياة زوجية سعيدة، حيث نستمع في هذه الليلة الطيبة المباركة إلى القرآن الكريم من فضيلة الشيخ محمد شوقي رشيدي. وقبل أن نستمع إلى القرآن الكريم نستمع إلى كلمة الوعظ والإرشاد من فضيلة الشيخ محمود نصير، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج هو شرع الله وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن 3 نفر من صحابة رسول الله ذهبوا إلى بيوت النبي
يسألون عن أعماله فلما علموها كأنهم تقالوها. قال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فدعاهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني والله لأتقاكم إلى الله وأخشاكم له، غير أني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المغزى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتزوج فليتحرى لنطفه، كما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا لنطفكم فإن العرق دساس. من أراد أن يزوج ابنته فلا يزوجها إلا لتقي، فإن أحبها أكرمها وإن بغضها لم يهنها. لذلك إذا أردت أن تبني أسرة صحيحة فعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر في اختيار الزوج واختيار الزوجة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما جعل أكثر حالات في مصرنا من الطلاق هو النظر إلى المظاهر دون العبادات، هو النظر إلى القصور دون المساجد، هو النظر إلى ملذات الدنيا دون تطبيق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يبني بيتا صحيحا فليبني على قدره وعلى حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بنيت الأسرة على صلة الأرحام وغض الأبصار فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير ويرزقهم النصر الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة. ولا فرق بين الذكر والأنثى، فقد يرزق الرجل منا بأنثى تكون كابنة صاحبة اللبن التي أنجبت لنا خامس الخلفاء الراشدين. لا فرق بين الذكر والأنثى، لأننا جميعا سوف نموت ونحاسب على تقوى الله إن كنا صالحين في اختيار الزوجة واختيار الزوج. اجتمعنا في هذه الجلسة الطيبة حتى لا أطيل عليكم وتكلم من هو أفضل مني قدرا وعلما من أجل حفل زفاف الحاج الأستاذ أحمد البدري عز الدين على كريمة الحاج خالد علي محمد. ربنا سبحانه وتعالى يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير. كما أتوجه إلى الإخوة الحضور جميعا بالشكر والعرفان، سائلا المولى عز وجل أن يهدي لنا السر جميعا في بيوتنا، وأن يرزقنا بالأزواج الصالحات الذين تقر بهم أعيننا وترضى بهم قلوبنا. وإلى القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ محمد شوقي، فليتفضل مشكورا مأجورا.